السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل مع بعض فطاير تركي او السميت التركي ده. بجد طعمه حلو قوي وهش وطري. ان شاء الله يعجبكم. طبعا المقادير كلها هكتبها في الديسكريبشن بوكس. هبدأ ان انا احط المكونات كلها مرة واحدة في الميكسر واخلطهم كويس قوي، بس طبعا بنزود المية واحدة واحدة عشان بتختلف كمية المية على حسب نوع الدقيق. اول ما العجينة تتكون عندي تكون لينة وطرية كده وبتلزق شوية، بس احنا قادرين نشكلها. هنسيب العجينة تخمر، واول ما تخمر ويتضاعف حجمها كده هقسم العجينة عندي ل10 قطع. ويكون عندي زبدة بدرجة حرارة الغرفة. هبدأ ان انا اقسم الزبدة دي على ال10 قطع دول، وبعد كده هبدأ ان انا بعد ما قسمت القطع دي وحطيت عليهم الزبدة كده هسيبهم يريحوا حوالي ربع ساعة. وبعد كده هبدأ ان انا افرد العجينة بالشكل ده. هفردها رقيق قوي اكني بفرد فطير. وبعد كده هاخد الجنبين على بعض والفهم رول بالمنظر ده. هخلص الكمية الاول كلها بالشكل ده وهسيبهم يريحوا برضو على جنب شوية. وبعد كده هبدأ ان انا اشكل العجينة بتاعتي بالمنظر ده بالظبط. ان انا همط العجينة بتاعتي دي والفها، وبعد كده هاخد الطرف، اخلي طرف رفيع وطرف اتخن، واخلي الطرف الرفيع هو اللي جوه التخين والف التخين عليه واقفله بالمنظر ده كده. هخلص الكمية كلها وارصها في صينية واسيبهم يخمروا بالشكل ده، واكون مجهزة عندي الصفار البيضة. هدهن الوش كله بيه، وهرش بقى سمسم او حبة البركة او الاتنين مع بعض زي ما انا ما عملت. وهدخله الفرن على درجة حرارة 180. هيخرج لي بالشكل التحفة ده. شايفين هو طري ازاي وهش ازاي؟ بجد تحفة، مع بقى جبنة او عسل مع كوباية الشاي. بجد فطار لذيذ جدا. جربوه وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.